بطل روايتي يحب يشرب القهوة، بس بسببها صار عنده مشاكل بالنوم، بس ما أعرف كيف أبرز هالشي على مدار القصة. السؤال تحفة، وأنا عندي الإجابة. خليني أوريكي بقى تبينيها ازاي. أنا بس هقسم السؤال نفسه لحتتين. دلوقتي انتي قلتي إن هو بيحب يشرب القهوة، صح؟ لازم أحط في دماغي بقى وأنا بكتب إن هو طالما بيحب القهوة يبقى مثلا بيفهم في أنواعها، بيعرف يعملها، بيحب يشربها من أماكن معينة. ودي حاجات ممكن تذكريها في أي وقت بقى في الرواية على حسب المشاعر بتاعتك. الحاجة التانية ان هو عنده مشاكل بالنوم. طيب، ممكن نقولها صريحة، ممكن نقول مثلا الآثار اللي ترتبت على ان هو مش عارف ينام، صح؟ ودي تكون احسن بكتير. يعني مثلا ان هو بيكون عصبي خاصة الصبح. ليه؟ لان هو ما بيكونش نايم طول الليل. ممكن يكون بينام في اوقات عشوائية، او مش عارف ينام مثلا لحد الفجر، فتلاقيه تاني يوم بينام بعد الظهر وهكذا. بيكون عنده هالة سودة، بيكون مش مركز لحد ما، وهكذا. طيب، فكرة ان انا اقول الكلام باسلوب دايركت قوي، مباشر، ما بيكونش احسن حاجة، وانا ما افضلهاش خالص. اتمنى انك تبعدي عنها. بشكل مباشر شبه ايه يعني؟ ان هو مثلا حوار، خلينا نقول بطل روايتك دلوقتي اسمه عامر. حلو. فهو ما يقولهاش مباشرة كده: اشرب القهوة كثيرا لذا يصيبني الارق. لا، لا، لا. او ان هي تتقال مباشرة برضو في السرد، ان هو يشرب عامر القهوة طوال الوقت لذا كثيرا ما يصيبه الأرق فيسهر طوال الليل. تحسي ان الناشونال جيوغرافيك هي اللي بتتكلم. اسلوب المباشر مش بيكون احسن حاجة في الرواية. طيب، اعمل ايه بقى؟ حاجة من الاتنين: يا اما انا استخدم حاجة تكون سيمي دايركت، يعني انا في حاجة جزئية اللي هو انا بقول جزء بشكل مباشر وجزء بلمح له، او ان هي تكون كلها اندايركت. ودي بتكون تحفة، بس ما بيكونش سهل استخدامها طول الوقت. فممكن تعملي ميكس ما بين الاتنين. خلينا نبدأ بقى بالأسلوب الجزئي. فهو مثلا لو حوار هيكون عامل كالتالي: عامر مهللا القهوة. طيب، هنا مهللا بتبين سعادته، صح؟ مش محتاجة بقول ان هو بيحب القهوة، ان هو مثلا بيحب يشربها كتير. ده هو اول ما شافها ما صدق. او مثلا تكون حاجة على شكل حوار شبه التالي كده: دخل الرجل مكتب التحقيق حاملا أوراقه وكوب القهوة الذي أخذ يتراقص مهددا بالانتحار. وزنه الرجل بصعوبة، وضع أشياءه فوق المكتب وصرخ. وضع الرجل يدا على قلبه: ما الذي تفعله في هذا الوقت؟ أتحاول أن تصيبني بنوبة قلبية؟ ما, ما هذه الأوراق والأقلام؟ ألم تعد لمنزلك أمس؟ تثاءب عامر في إرهاق. الأرق يا صديقي، الأرق. سأل بلهفة: هذه قهوة؟ تنهد راجي ببؤس: أجل، قهوتي. اختطف عامر وأخذ رشفة متلذذة. كانت قهوتي. فهنا احنا بينا ان هو بيحب القهوة جدا، وبينا في نفس الوقت هو قالها صريحة ان هي الأرق لما هو اتسأل. بس المرة دي انا ما قلتهاش صريحة كده: عامر يحب القهوة. لا، هي بانت من خلال الكلام لما هو أخد القهوة أو زي خطفها كده منه. طيب، لو هي مثلا وسط السرد ممكن تكون حاجة شبه كده: 75، 76، 77. عدوا الخرفان لا ينفع. ماذا إذن عدوا نجوم السماء حتى أنام؟ ربما كوب قهوة واحد بعد. كلا، يكفي، يكفي، كفاية. فهو سبب هذه المصيبة. وصلت 6 صباحا، ها هي ليلة أخرى تعيسة دون أحلام سعيدة. هنا بطلة الرواية بتحاول تعدل خرفان، مش عارفة تنام، صح؟ بعد كده كوب قهوة واحد بعد كده قالت لأ، ده هو ده سبب المصيبة. فهي كده بينت إن القهوة هي سبب إن هي مش عارفة تنام، من غير ما أقعد أقول بقى أنا عندي أرق مثلا بشكل مباشر كده. طيب، فهنا بينت، قلت إن القهوة هي المصيبة بشكل مباشر. بعد كده بينت إن هي مش عارفة تنام، وده الأثر بتاع مشاكل النوم، أو يعني دي واحدة من مشاكل النوم اللي هي أصابتها بسبب القهوة، من غير ما أقولها بشكل مباشر كده. طيب، الأسلوب الاندايركت بقى بيكون عامل ازاي؟ هو حوار، فهو حد تاني هو اللي بيقول المشكلة اللي حصلت. حلو. لو هو سرد فأنا بلمح من غير ما أقولها مباشرة. طيب، لو هو حوار فهو مثلا هيكون كالتالي: تيجي مراته تقول له: قهوة مجددا يا عامر، ليلة أخرى من الأرق والتقلب في السرير.
فهنا مراته هي اللي بتقول، مش عامر هو اللي بيقول. حلو، حد تاني هو اللي بيقول المشكلة اللي عنده. طيب هنا اكيد بيكون تأثيرها اقوى. ليه؟ لان احنا كده معنى كده ان هو مشاكل القهوة عنده وصلت لمرحلة الناس حواليه هي اللي بتتكلم عنها وبتلاحظها. تمام. طيب مثلا راجي بقى صاحبه بيقول له ايه؟ قهوة قهوة قهوة، ألا تعرف أي مشروب آخر؟ الشاي مثلا، العصير، الماتشا حتى يا أخي. فهنا راجي هو بيشتكي بقى، لو انت ما وراكش غير القهوة ولا ايه. يجي مثلا مراد بيكلم المساعدة بتاعته، حلو، وعامر راح قعد معاه شوية، فهو بدل ما يسأله مثلا تشرب ايه، راح جاي قايل على طول المساعدة بتاعته احضري لنا القهوة، فهو لا يشرب غيره. فهنا وأكن يعني سمعته عن القهوة وصلت لمرحلة الناس ما بتسألوش حتى انت عايز تشرب ايه، فبتبين وأكن يعني سمعته سابقة. لو انا بتكلم دلوقتي بقى على السرد، السرد انا دلوقتي عايزة ابين مشاكل النوم، حلو، بس مش هقولها كده، مش هقول ان هو مش عارف مثلا ينام، هبينها بحاجات تانية شبه كده: عينان حمراوان، شعر مشعث، أكواب مرصوصة، وعشرات من الصفحات استغرقت الليل بطوله لكتابتها. هذا يقتله قاتل متسلسل بين صفحاته أم نهم بالكافيين يا ترى؟ عينان حمراوان، شعر مشعث، دي بتدل على ان هو دلوقتي مش عارف ينام، صح؟ يعني حمرا، شعره متبهدل، يعني من الاخر كده صحي طول الليل. بعد كده رحت جايه قايله ان في اكواب مرصوصه، والكافيين انا ما قلتش قهوه، بس باين من هنا ان هو بيشرب حاجه فيها كافيين بالهبل، يعني لدرجه ان كوبايات القهوه مرصوصه قدام. تمام. تمام. ونفس الاسلوب اللي احنا بنتكلم عليه ده كده نقدر نستخدمه في اي حاجه تانية في الروايه بتاعتنا: قهوة، أكل، شرب، صفات حاجة مميزة، كان بتكلم على سلاح مميز، جملة، أيا كانت هي ايه تقدري تستخدمي نفس الأسلوب. في النهاية عزيزي الكاتب أحب أفكرك على السريع إنك لو بتحب الفانتازيا والتنانين فرواية لهيب التنانين دلوقتي موجودة في دار نجمة القارئ.